قصتنا النهاردة اسمها الراجل اللي اشترى وقت. كان في تاجر غني جدا اسمه حسني. حسني كان عنده كل الفلوس اللي يتمناها أي حد، بس المشكلة إن شغله كان واخد كل وقته. كان بيشتغل ليل نهار عشان فلوسه تزيد أكتر وأكتر، وما بيلحقش يشوف مراته ولا أولاده ولا حتى يستمتع بالفلوس اللي بيعملها. يا ريت أقدر أشتري شوية وقت زيادة. في يوم حسني تعب فجأة وراح للدكتور. بعد الفحوصات الدكتور قاله بصراحة: يا أستاذ حسني، صحتك تعبانة جدا بسبب الضغط والتوتر. قدامك بالكتير قوي سنة واحدة بس، لو ما فكرتش تغير طريقة حياتك تماما. حسني اتصدم، فلوسه كلها ملهاش أي قيمة قدام الكلمة دي. خرج حسني من عند الدكتور وهو حزين جدا، وراح قعد لوحده في مكان هادي. قعد يفكر: لو فعلا فاضل سنة واحدة بس في حياتي هعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ ساعتها افتكر جملته اللي كان دايما بيقولها: يا ريت اقدر اشتري شوية وقت زيادة. في اللحظة دي حسني قام وجري على مكتبه وبدأ يتصل بكل الناس اللي ليها فلوس عنده وكل الأرباح اللي لسه ما جاتش، وطلب منهم يأخروا كل حاجة. وبعدين جمع كل عيلته ومراته وقعد معاهم واعتذر ليهم على كل لحظة كان فيها بعيد عنهم بسبب الشغل، وبدأ يصرف فلوسه كلها في إنهم يسافروا ويشوفوا أماكن جديدة ويقضوا وقت ممتع مع بعض. حسني قضى السنة دي وهو بيضحك ويفرح ويستمتع بكل دقيقة مع أولاده، لدرجة إنه نسي تعبه ومرضه. بعد مرور السنة راح حسني للدكتور علشان يعمل فحص تاني. استغرب الدكتور جدا من نتيجة التحاليل، وبص لحسني بذهول وقال له: يا أستاذ حسني، إيه اللي حصل؟ صحتك بقت أحسن بكتير، إيه اللي غيرك كده؟ ابتسم حسني وقال: أنا اشتريت الوقت فعلا يا دكتور. لما عرفت إن الوقت اللي فاضل محدود بطلت أضيعه في جمع الفلوس وبدأت أصرفه في جمع السعادة وراحة البال. ساعتها بس الوقت اللي اشتريته رجع لي صحتي اللي كانت ضايعة. العبرة اللي لازم ناخد بالنا منها: الصحة والوقت هما الكنز الحقيقي وأغلى من أي فلوس ممكن تتجمع. ما تضيعش حياتك كلها عشان تعيش أحسن في المستقبل، وتنسى إن أحسن وقت تعيش فيه هو دلوقتي. لازم توازن بين الشغل وحياتك الشخصية عشان الفلوس اللي بتجمعها عشان تساعد بيها نفسك متجيش تلاقيها بتتصرف على علاج التعب اللي سببه الشغل. وياريت نفهم إن مهما نجري مش هناخد غير رزقنا اللي كاتبه لينا ربنا. مع السلامة، واشوفكم في قصة جديدة. أترككم في حفظ الله وأمنه.